ما دعوش، شلونك؟ اخبارك؟ وينك؟ شو ضام راسك؟ شفت اللي يجيد البكاء على الأطلالة واللطمة والعويل شنو يقدر يسوي؟ تذكر هذا الحكي؟ نصل فقط دمشق، القدس تنتظرنا بإذن الله بس لا تعالى. تروح للقدس مثل ما قلت، تصريح زين، اشر لنا اشاره هيك، زين ايموجي صغير هيك يحط لنا، بعدين تغير مفاوضات مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة. مفاوضات مع اسرائيل. ها مره ثانيه اعرف حجمك زين يا صغير يا عميل، ولا تفكر ولو لمجرد فكر تضع من يجيدون اللطمه والعويل في مرمى اهدافك. صدق على طار اللطم، على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض ترامب قال سوف يحسم قراره خلال الأسبوعين القادمين بشأن مشاركته في الحرب، يصادف أول 10 أيام من محرم. نصيحة لوجه الله تعالى، لا تمدون المواجهة المحرم، لأن الشيعة بعيد الغدير لعبوا بيكم فلك والليل ما نمتوا. شايفين شو يصيرون المحرم؟ والعباس ابو فاضل انقلبون طناطله. شوف اخوان، الفرد الشيعي محرم يصير غير انسان، الشيعي الحقيقي طبعا مو العادي، وهذا الشيء مستحيل اقدر اشرحه او اوصله بصوره صحيحه للافراد الاخرين. بس احنا باختصار يرتفع عندنا الادرينالين بمحرم، نستذكر واقعة الطف ونستلهم من التضحية والإيثار والفداء، نذكر الإمام الحسين بدون كل شيء مقبلين على الموت غير مدبرين، فما بالك بمحرم أول 10 أيام انتوا قاعد تلعبون بالنار عمي. اختم بقول الإمام الحسين من كان متوجه لكربلاء قال لحق بي استشهد من تخلف لم يبلغ الفتح، لحق بي استشهد افتهمناه، تخلف لم يبلغ الفتح، يعني ما راح يجي راح يفوت النصر. شلون هاي مولاي؟ راح تستشهد لو تنتصر لك اثنين، شلون؟ هذا واحد من أسرار الطف العظيم.